الغلاء مش آخر الدنيا، 7 حلول ذكية هتخلي مرتبك يكفي ويزيد حتى لو دخلك قليل. مرتبك ثابت والأسعار بتولع، حاسس إنك بتحارب كل يوم عشان تعيش. صدق أو لا، في ناس بنفس ظروفك بس عايشين مرتاحين. ليه؟ عشان عارفوا أسرار محدش بيقولها. الفيديو ده مش مجرد نصايح، دي خريطة نجاة في زمن الغلاء، مدعومة بأدلة وتجارب حقيقية. رقم 1، ميزانية الطوارئ الذكية. الفكرة كل شهر قبل ما تصرف أي جنيه حط 10% في ظرف مكتوب عليه لما الدنيا تضيق. الدليل، دراسة من MIT الأمريكية تؤكد أن التخطيط النفسي للضغوط يقلل القلق بنسبة 45%. يعني أنت القلق والتوتر هيروح من حياتك بنسبة 45% لو حطيت مبلغ في ظرف مكتوب عليه لما الدنيا تضيق. تأثيرها، بتديك أمان نفسي وتقلل الصرف العشوائي. قصة حقيقية، سامي فقد شغله فجأة بس كان حاطط 3 شهور مصاريف في ظرف الطوارئ، طبعا فرقوا معاه كتير. رقم 2، فخ التخفيضات. الحقيقة التخفيضات بتخليك تشتري أكتر مش بتوفر. نصيحة، اشتري بس اللي مكتوب في ورقة احتياجاتك. يعني انت دايما تعمل ورقة فيها احتياجاتك، هو ده بس اللي تشتريه. لو في تخفيضات تروح تشتري في التخفيضات الحاجات اللي انت كاتبها في الورقة. الدراسة جامعة ستانفورد اثبتت ان التخفيضات ترفع نسبة الانفاق 70%. الحل البديل، اشتري من مصادر بديلة زي الاسواق المفتوحة او التطبيقات المجانية او الاسواق الشعبية. المنتج الواحد الذكي. رقم 3، بدل ما تشتري 10 منتجات دور على منتج واحد يخدمك في كذا حاجة. مثال، كيس بيكربونات الصوديوم مثلا بيساوي غسيل زائد تعقيم زائد اسنان. المصدر دراسات الاستهلاك الذكي تقول ان المنتج المتعدد يقلل الصرف 35%. احنا بنتكلموا يا جماعة بدراسات حقيقية. رقم 4، نظام المقايضة العصرية. الفكرة بدل الشراء بدل خدماتك مع الآخرين. انت تصلح كمبيوتر هو يعلم الأولاد مثلا. تطبيق عامل مجموعات فيسبوك اسمها بادل بدل ما تشتري. الدليل، تجربة في البرازيل قللت الصرف الشهري 50% العائلات بالكامل. رقم 5، أكلة الأسبوع الموحدة. اختار أكلة واحدة صحية ورخيصة وكررها 3 مرات في الأسبوع، مثل عدس زائد رز يساوي بروتين كامل بسعر قليل. دراسة مجلة التغذية الأمريكية تقول إن التكرار الغذائي يقلل الصرف 60%. رقم 6، شغل بالهواية. عندك هواية ممكن تبقى مصدر دخل، بتصور كويس اعرض خدماتك على جروبات، بتطبخي بيعي أكل منزلي. قصة نجاح أم هالة بدأت بكيك ب50 جنيه دلوقتي بتتدخل 6000 شهريا من البيت. قعدة الصبر، ال7 أيام. كل ما تعوز تشتري حاجة استنى 7 أيام، لو لسه محتاجها اشتريها. النتيجة 80% من المشتريات العشوائية هتختفي. الدراسة جامعة ييبل أثبتت أن تأخير القرار يقلل الشراء العاطفي. الخاتمة بقى يا جماعة، تحدي التغيير. مش لازم تكون غني عشان تعيش مرتاح، بس لازم تكون ذكي.